هل يجوز للراجل يسلم على المرأة؟ برشا ناس ما يعرفوش الحكم الصحيح. في وقتنا المصافحة بين الرجل والمرأة ولت حاجة عادية، تعملها من غير ما تفكر، تقول هذه احترام عادة ما فيها باس. اما وقت تبدا تقرا وتفهم دينك تلقى انه المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية لا تجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم خير الخلق عمره ما سلم على امرأة ما تحلش ليه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد، غير أنه يبايعهن بالكلام، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكم كلاما. وزاد حديث آخر قوي برشا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. لهنا تفهم قداش الإسلام يحب يربينا على العفة والنظافة ويبعد علينا كل شيء ينجم يجرنا للحرام. وربي قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. مش كل مرأة تنجم تسلم عليها. المصافحة تجوز فقط مع المحارم، أما أي وحدة تنجم تتزوج بها لا تجوز مد يدك له. لا تقول زميلتي في الدراسة لا زميلتي في العمل. والمصافحة عادة جاية من الغرب، واحنا كمسلمين أن مبادئنا وقيمنا. اليوم المصافحة ما عادش مجرد احترام ولا اختيار، هل نسمع كلام ربي ولا نرضي العباد؟